أكتر غلطة بتبوظ صوابع زينة 90% من الناس بتعمل. خليكي معايا للآخر علشان أقولك كل التريكات اللي هتخليكي تعمليها بطريقة مظبوطة وحصرية، ومفيش أنجح من كده، بكل أسرار نجاحها علشان تطلع مقرمشة من بره وطرية من جوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. علشان تعملوها بقى هنحتاج لكوبايتين من الدقيق. اول كوبايه هنحط معاها رشه ملح، وتاني كوبايه هنحط معاها معلقه كبيره من النشا ورشه صغيره خالص من الفانيليا. هنحط معاهم كمان نص كوبايه من دقيق السميد وربع معلقه صغيره من الخميره الفوريه ومعلقه كبيره من السكر. هنستعمل 3 معالق كبار من الزيت و3 معالق كبار من السمن، يعني تقريبا كده نص كوبايه من الزيت على السمنه. تقدروا تستعملوا سمنه بس او زيت بس، ولكن الميكس هيساعدكم ان هي تكون هشة كده وناشفة من بره وبتقرمش وفي نفس الوقت من جوه طرية. اهم واول خطوة لازم تعملوها علشان تطلع معاكم كويسة ان انتوا بعد ما تخلطوا كل المكونات الجافة تبسوا السمنة كويس قوي مع الدقيق وبقية المكونات التانية. لازم نخلطهم كلهم مع بعض كويس قوي علشان يبقوا معانا كده مظبوطين. بعد ما نتأكد ان السمنة اتوزعت كويس قوي في كل خليط الدقيق بتاعنا، هنعجن بكوباية الا ربع من المية. واحنا هنا مش بنعجن يعني عجن بقى لا كأنه مخبوزات او حاجة، احنا يدوب بس بنلم العجينة. ما تعجنوهاش كتير عشان ما تعضمش معاكم وتكون كده بتقطم وناشفة. لحد هنا بقى كده احنا مش هنعمل اي حاجة تانية، احنا هنعجن العجينة بتاعتنا هنلمها بايدينا وخلاص كده خلصت، ولا هتخمر ولا اي حاجة. اكبر غلطة الناس بتعملها ان هي بتسيبها تخمر فبالتالي بتبوظ منهم، شكلها بيبوظ، طعمها بيبقى متغير. والله على ضمانتي الطريقة دي صدقوني هتكون احلى من الجاهز بمليون مرة. اشتغلوا في العجينة على طول، ما تدوهاش فرصة تريح. وعندكم طريقتين للتشكيل، يا اما البصامة بتاعة الكحك زي ما انا عملت كده علشان حجم الصوابع تبقى حلوة زي اللي بجيبها من بره واخدة شكل نفس الشكل، او اي بقى مصفى او اي حاجة عندنا حابين نشكل عليه. بدأت ان انا كده الاول قطعتها زي ما شفت كور قد بعض، وكل كورة بفردها وتاخد الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم طريقة تشكيلها سهلة وحلوة قوي. في الوقت ده انا مولعة على الزيت بتاعي علشان يسخن في درجة حرارة هادية، ما بنعليش الزيت ولا اي حاجة. النار في الاول بتكون هادية، اول ما بنحطها بنعلي على نار وسط وبنجهزها. انا جهزت الكمية اللي انا هحطها في اول مرة هشتغل فيها على طول. دي برضو طريقة تشكيل تانية ممكن تستعملوا. الزيت بتاعي زي ما انتوا شايفين هادي خالص، يعني اول ما بحطه يدوب فقاقيع بسيط. بعد كده بنخلي النار متوسطة تبدأ تغلي، بنحرك زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم اللهم بارك حلوة قوي قوي قوي، ماسكة نفسها، مش بتفتح ولا حاجة ولا بتفرش في الزيت. يدوب بتاخد لون حلو بقى كده مميز زي ما انتوا شايفينه كده، وبنطلعها على طبق. التركية دي مهمة قوي، يعني انتوا ما تطلعوهاش من الزيت مباشرة على العسل او السيرب بتاعكم، لا، احنا هنطلعها الاول على طبق وبعدين هننزلها في السيرب علشان تفضل محافظة على قرمشتها كده وطراوتها لأطول فترة ممكنة، لحد ما تقعد لتاني يوم تكون معاكم كويس. بعد ما طلعناها على الطبق هنريحها دقيقة او اتنين، وهن ايه نقلبها زي ما انتوا شايفين. طب هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها دقيقتين 3 بالظبط، وبعد كده هندخلها التلاجة 5 دقايق تتشمع، وبعدين هنطلعها ونقدمها بقى وتطلع معانا بالجمال ده كله. انتوا بقى بتحبوا سكرها زيادة ولا سكرها قليل؟ بس الوصفة دي سكرها مظبوط. ما تنسوش اللايك والشير. صحة صحة هنا.